السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المنهج اللغة العربية الصف الثالث الابتدائي. قصة استماع. قصة استماع اسمها لعبة الكنز. القصة دي مهمة جدا. عايزين نعرف بس المحور. احنا عارفين ان المحور فيه 4 دروس او 5. درس قصة استماع، قصة موجهة، ونص، وبعد كده تعبير كتابي. من ضمن قصص الاستماع دي بتعلم الطفل التعبير الكتابي، يعني هو في اولى وتانية وتالتة بيعلمه يطلع الشخصيات والاحداث، البدايه والوسط والنهايه والمكان والزمان، وفي رابعه وفي خمسه بيخليه يكتب القصه بنفسه. بتيجي في الامتحان فعلا زي اقتراح، كتابه اقتراح. ده كله بسبب قصه الاستماع. المحور الثالث بيقول لي كيف يعمل العالم من حولي. نفس المحور في الانجليش بالظبط. تمام. the world around us. العالم من ايه؟ من حولنا. الموضوع الاول اسمه تاريخ الارض. تاريخ الارض اللي احنا عايشين فيها دي، يعني الدرس ده هيكون ايه؟ ايوه، دراسات وعلوم. الموضوع الاول اسمه تاريخ الارض. تاريخ الارض. بيقول لي: عزيزي ولي الامر، يبدا هذا الموضوع بقصه استماع لعبه الكنز. ركز بس عشان تعرف قصه استماع مهمه ليه، ولا توضح الفكره الرئيسيه للموضوع، وهي تعرف تاريخ الارض وكيف تطورت الحياه من الماضي الى الحاضر. الدرس ده جاي للطفل يعرفه الدنيا اتطورت ازاي. ان زمان كان في عصر اسمه عصر طباشيري، وبعد كده عصر الحجر القديم، عصر الحجر الحديث، بعد كده عصر البناء الاهرامات، العصر الذهبي، عصر الدولة الحديثة، وهكذا. بيقول لي: من الضروري إجراء حوار مع طفلك قبل قراءة القصة حول الكائنات الحية التي كانت تعيش على الأرض قبل الإنسان. إن في حيوانات قبل كده، قبل الإنسان ما يطلع على الأرض، كان في حيوانات ساكنة الأرض دي، زي قصة استماع اللي هنعرفها دلوقتي. وكيف توصل الإنسان إلى وجود هذه الكائنات، عرفها إزاي؟ وماذا نستفيد من معرفة معلومات عن تاريخ الأرض؟ إحنا بنتعلم تاريخ الأرض ليه؟ عشان ده اسمها حاجة اسمها جغرافيا. بندرس الأشكال الأرض وتاريخها عشان نعرف نتعامل معاها. تحدث مع طفلك عن صفات الشخصية الباحثة وكيف يكون باحثا. ده هيكون في الدرس، ان الطفل لازم يبحث ويسأل ويدور على معلومات. بقول لي: اترك لطفلك المساحة من الحرية ليعبر عن نفسه. اسمها قصة استماع. هو هيسمعني وانا بشرح، وبعد كده هو هيقول رأيه في القصة ايه. تمام. تحاور مع طفلك حول آداب الاستماع ومهارته وتطبيق ذلك عند استماع القصة. اسمع لما يكون حد بيتكلم، اسمعه. الطفل زي ما انا بقول، الطفل ليس مطالبا بحفظ الكلمات، ولكن دعه يستنتج المعاني من السياق. زي ما انا بقول بالظبط، ما تخليش الطفل يحفظ الكلمة. اولا قصة استماع لا مطلوب يكتبها ولا يتملاها ولا يحفظ كلماتها اصلا، عشان تبقى عارف. طب ما في يا مستر كل الكتب جايبه معاني مفردات، جايباها استرسال من عندها، بتزود بتجود، لكن مش مطلوب منه يحفظ اي كلمه. تمام. طيب هنا بيقول لي: تنمو حصيله طفلك في هذا الموضوع بمفردات جديده وظواهر لغويه واساليب وتراكيب جديده لم او تم دراستها، ولكن تزيد عليها بعض التفاصيل. الحروف المتشابهه في النطق زي التاء والطاء، زي الضاد والدال، الثاء والسين، ادوات الاستفهام، وكمان اسلوب الاستفهام. وفي النهايه استخدم طفلك ما تعلمه في الموضوع في التعبير الكتابي، وهو المنتج النهائي للموضوع. ده المحور كله. بيقول لي هيعرف معلومات، وهيعرف اساليب وتراكيب، وهيعرف في الاخر معلومات مع كمان تعبير كتابي. تعال ناخد القصه الاستماع الاولى، هي لعبه الكنز. كانت هناك أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وثلاثة إخوة. يبقى الشخصيات اللي معايا الأب والأم والثلاث إخوات. خد بالك لازم تخرج الحاجات دي كلها: الشخصيات، الزمان، المكان، أحداث البداية، أحداث الوسط، أحداث النهاية، والدروس المستفادة. وقد كانوا مهتمين بالحيوانات، خاصة الديناصورات، ودائما لديهم فضول لمعرفة المزيد عنها. شعرت الأم بهذا وقررت أن تشبع هذا الفضول. يبقى الشخصيات الأب والأم والثلاث أطفال. المكان فين؟ أكيد في البيت. طيب إيه هي أحداث البداية؟ أحداث البداية إن الأم لقيت أولادها مهتمين بالحيوانات وخاصة الديناصورات، فحبت تشبع الرغبة دي. أنا ابني مهتم بحاجة معينة، لازم أدوس على الحتة دي. يعني انا دايما بقول الاطفال كلها موهوبه وعندها موهبه. في ولي امر بياخد باله ان الطفل ده عنده موهبه وبيشتغل عليها، فيطبع يطلع واحد كويس، وواحد بيهمل الموهبه دي. لكن كلنا في الاخر ايه؟ كلنا عندنا مواهب في الاخر. نكمل. ذات يوم اعدت لهم لعبه الكنز. قالت لهم: انا هدرسكم حاجه عن طريق لعبه. ونادت عليهم قائله: يا اولاد تعالوا سريعا. يا اولاد، اسلوب إيه ده؟ ايوه، اسلوب نداء. لنلعب معا لعبة. فتحمسوا جميعا. الفاء هنا اسمها فاء السرعة. فتحمسوا جميعا. احنا خدنا في الترم الأول حروف العطف: الواو للمشاركة، ثم تفيد الترتيب والملاء، والفاء للسرعة. جاء القطار فركبنا. فتحمسوا، طبعا سرعة، هنلعب يبقى لازم يكون في سرعة. وقال مهاب وهو أكبرهم: لعبة؟ أنا متحمس. هنلعب؟
ده انا متحمس جدا. انا هنا ضمير ايه؟ متكلم. وقال الولد الاوسط تامر: نحن مستعدون يا امي. نحن ضمير متكلم للجمع. واخيرا قال الاصغر واسمه ايمن البالغ من العمر 3 سنوات: انا احب اللعب، وانا كمان بحب العب معكم. ابتسمت الام وشرحت لهم اللعبه قائله: هقول لكم ازاي اللعبه. سنلعب لعبه الكنز. طب ايه هي اللعبه؟ ساعطيكم خريطه توضح لكم مكان الكنز. في كنز انا مخبياه في البيت، وهديكم خريطه تمشوا عليها عشان توصلوا الكنز ده، ولكنكم تحتاجون لان تمروا على محطات واماكن مختلفه وتنفذوا المهمه المطلوبه منكم في كل محطه. بس قبل ما توصلوا للكنز، كل مكان هتروحوا فيه مهمه لازم تعملوها عشان توصلوا الكنز كي تتمكنوا من الوصول الى الكنز. بدأ الاولاد في التحرك، حيث اشارت الخريطه الى اول مكان. الخريطه بتقول هو المطبخ، ابدأوا دوروا في المطبخ. توجهوا إليه باحثين عن المهمة. أكيد هناك هي قالت لهم في كل مكان هيكون عليكم دور تعملوا مهمة، خلصوها وانتقلوا اللي بعدها. إيه هي المهمة؟ فوجدوا أغطية من علب البلاستيك عليها أحرف ومكتوب بجانبها: قم بدمج. قم أسلوب أمر، أسلوب أمر، أنا بدي لك أمر. قم بدمج الحروف لتكوين اسم حيوان تحبه. أول مهمة لقيوا أغطية بتاعة أزايز ومكتوب عليها إيه؟ حروف. جمع الحروف، وفي نفس الوقت هتلاقي اسم حيوان. لو جبته يبقى انت كده تعدي المرحله اللي بعدها. وبالفعل بدأوا في تجميع الحروف السبعه، ولكنهم وقفوا في حيرة مترددين كده. فقال أيمن: أنا أحب الديناصورات. فهتم وهاب قائلا: بالفعل يا أيمن، الحروف تكون كلمة ديناصور. ال7 حروف هو كلمة ديناصور. كانوا متحيرين الحروف دي يعملوا ايه بالظبط، فهو الولد بظروفها بيقول انا بحب الديناصورات. قال له ايوه، الكلمة ده ديناصور. نظروا الى الخريطة وتحركوا مع الاسهم حتى وصلوا الى الشرفة، البلكونة بقى. خلصوا المهمة الأولى وأخذوا يبحثون عن المهمة. أكيد ماما عينا لهم هنا مهمة يعملوها عشان ينتقلوا اللي بعدها، حتى وجدوا ظرفا بداخله 4 صور لحيوانات مختلفة. المهمة الثانية لقوا ظرف وفي حيوانات إيه مختلفة، والمطلوب منهم ذكر اسم نوع الحيوان. تقول الحيوان ده اسمه إيه. وبالفعل قال أيمن: هذا تريكس. تريكس أنا أحبه ولديه يدان صغيرتان. ده نوع من أنواع الديناصورات اسمه تريكس، ولديه يدان صغيرتان ويسير على قدمين. ثم نظر تامر وقال: أنا أعرف هذا، إنه البراكيوسورس. البراكيوسورس برضو نوع من أنواع الديناصورات، وهو واحد من أنواع اللي تعيش في البحيرات والأنهار. معلومات أهي عن الأرض الضحلة والعميقة. والآخر ديناصور ترايسترابوس ترايسيراتوبس. ده نوع ثالث من الحيوانات، ولديه 3 قرون حادة وقوية وطوق عظمي يشبه الدرع على رأسه. أما آخر صورة فقد تمكن مهاب من التعرف النوع. قال: هذا بترو سورس، ولديه أجنحة يطير بها. يبقى المهمة اللي كانت في البلكونة إن هم عندهم 4 حيوانات. طب ليه الصعوبة ديت؟ ما هم أصلا بيحبوا الديناصورات، فهي عايزة تشبع الرغبة دي عندهم. أول مهمة يكونوا كلمة ديناصور. تاني مهمة جايبه لهم 4 أنواع، هي عارفة إن هم يعرفوه لأن هم أصلا بيتفرجوا دايما على على برامج ديناصورات. نكمل. قعدوا النظر إلى الخريطة وتتبعوا الطريق حتى وصلوا إلى غرفة اللعب. يبقى المطبخ، بعدين البلكونة، المحطة اللي بعد كده غرفة اللعب. وهناك وجدوا المهمة مكتوب على السبورة. اللي مطلوب منهم مكتوب على السبورة. مكتوب إيه؟ اكتب 3 أسئلة تريد أن تعرفها عن الديناصورات. شوف إشباع الأم في الأولاد، هم بيحبوا الديناصورات. اللعبة كلها بتتكلم عن الديناصورات. تمام. وبالفعل كتب كل واحد الأسئلة التي يريدها، وساعد تامر مهاب أيمن في كتابه. هو الصغير عن 3 سنين مش هيعرف يكتب طبعا. وأخيرا وصلوا إلى الكنز الذي كان في غرفة المعيشة مع والدتهم. لقيوا الكنز. إيه هو الكنز؟ وهو صندوق صغير مغلف على شكل هدية. تحمسوا لمعرفة ما بداخله وقاموا بفتحه في ترقب وشغف. هم متلهفين، فوجدوا به 3 تذاكر خاصة بمتحف الديناصورات. ده المكافأة بتاعتكم. انتوا لعبتوا اللعبة، عرفتوا معلومات انواع الديناصورات، وكتبتوا اسئله عليها. لما نروح المتحف ده هجاوبكم على الاسئله دي، والهديه هي هنروح نشوف الديناصورات على الحقيقه او الهياكل بتاعتها او مجسمات ليها. قفز الاولاد من شده الفرح، فرحوا جدا جدا، وعانقوا والدتهم حضنوها. فضحكت الام وقالت: سنذهب غدا الى المتحف، ولا تنسوا اسئلتكم واستفساراتكم التي كتبتموها في الورقه عشان اجاوبكم عليها. طيب، ايه هي بقى الشخصيات اللي معايا؟ الاب والام وال3 اولاد. المكان المنزل.
الزمان أحد الأيام مش مكتوب. إيه هي أحداث البداية؟ لاحظت الأم شغف أولادها بحبهم للديناصورات، فأرادت أن تنمي هذه الموهبة أو الشغف ده عندهم. أحداث الوسط اللي هي المشكلة، دايما بيكون في مشكلة وحل. إيه هي المشكلة؟ صممت الأم لعبة الكنز، تمام، وأعطتهم بعض المهام الوصول إلى الكنز. أحداث النهاية الحل، استطاع الأولاد تخطي كل المهام وكل العقبات ووصلوا إلى الكنز، فكانت المكافأة رحلة أو تذاكر إلى متحف الديناصورات. إيه هو هنا الدروس المستفادة؟ الدروس المستفادة إن أنا أبحث عن المعلومات، أقرأ كتير، أسمع برامج تعليمية كتير. الحاجة التانية دور الأم هنا اللي هي ان يكون عندي موهبه لطفلي، ما يجيش مثلا يوريني رسمه او يقول لي حاجه اقول له بس يا اخي روح ذاكر بس الاول، سوري في اللفظ، اتنيل روح ذاكر بس خلص عليك الاول. لا، كل طفل عنده موهبه، في اللي يقدر يطلعها منه، في اللي يقول له ايه، اللي يدفنها عنده. هو ده الدرس، هو ده قصه الاستماع. طبعا كل الكتب جايبه سين وجيم، سين وجيم، اسئله اياك ثم اياك تعمل ده. كل مطلوب من الطفل زي ما قلت لك كده يقدر يعبر من الشخصيات، من الزمان، من المكان. هو ده المطلوب من هو ده المطلوب من الطفل، وحل اسئله عليها وبس، مفيش غير كده. تحفظ كلمات ولا تحفظ اسئله بس. لو حد سالك فيها تقدر تسال. استنوني الحصه الجايه ان شاء الله في الدرس الثاني، هو الغابه المتحجره. احنا قلنا المحور الاول كله بيتكلم عن الارض، عرفنا ان الديناصورات كانت بتسكن الارض قبل الانسان لكن انقرضت. يعني انقرضت، والانقراض ده حاجه مهمه جدا في المنهج الجديد. انقراض ده هو اختفاء النوع، ما بقاش موجود. ليه؟ هو حكمة لربنا أكيد. طبعا الإنسان مش كان هيعرف يعيش مع الديناصورات، وفي أفلام كتير جدا جدا بتتكلم عن الديناصورات. يبقى إيه هو الحيوان اللي كان بيسكن الأرض قبل الإنسان؟ هو الديناصور. الديناصور ليه أنواع كتيرة جدا زي ما جت في الدرس. الديناصور كان موجود في العصر الطباشيري، هو ده اسمه كده، تمام. الحصه الجايه هناخد يعني ايه الغابه المتحجره، هنعرف يعني ايه غابه متحجره، وايه إيه اللي خلى الاشجار شبه الحجر، والعلماء بيستخدموها في معرفه تاريخ الارض. هنعرف ده كله ان شاء الله الدرس الجاي ان شاء الله. لو حابين نكمل، لايك وشير وكومنت، كمل عشان نكمل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.